السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين. ازيكم حبايبي واخواتي في الله، عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة طبيعية للبشرة وللشعر وللجمال زي ما احنا متعودين انها وصفة طبيعية. كل وصفاتي هنا على القناة وصفات طبيعية من واقع تجربتي. بجد الوصفة دي شاملة متشاملة لكل حاجة، علاج الالتهابات، الحساسية، الإكزيما، حتى الإمساك، وحتى كمان الشعر والبشرة وكل حاجة. كل حاجة المكون اللي انا هقولكوا عليه ده جبار جبار، بيعالج كل حاجة. وهنعمل وصفة تنفع للشعر وتنفع للبشرة. الوصفة دي هتخليكي من كده لكده، وشعرك او شعر بنوتك من كده لكده برضو. هتخلي شعر الكيرلي او المجعد ناعم وحرير. بجد وصفة طبيعية، وتابعوني لاخر الفيديو علشان تستفادوا، وان شاء الله مش هتندموا. هو فعلا حل سحري ومكون طبيعي، وبلاش بجد بلاش من غير فرد ولا بروتين ولا اي حاجة. البطل معانا النهارده هو صبار الالوفيرا. تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه. بصوا، اول حاجه بنجيب الصباره اهي، انا جايباها من الزرعه من عندي. انتي اشتريتيها بقى خدتيها من اي حد زي ما هيكون يعني. هتاخدي الصباره كده، وبصوا شايفين الماده الصفراء دي يا بنات؟ الماده دي خطر، لان بتسبب حساسيه عند يعني معظم الناس. اهي الماده الصفراء دي اهي هتسبب حساسيه عند معظم الناس. فانت الماده دي علشان تنزل من الصبارة وما تضركيش، هتاخديها اول ما تجيبيها الصبارة وتوقفيها كده في مكان، تمام؟ اول يعني من نص ساعة لساعة هتنزل المادة الصفرا اللي فيها اهي، اللي هي الصفرا دي. استنوا اهو، هحاول اوريها لكم تاني. بصوا هي مادة لزجة بقى، يعني هو المفروض انا ملمسهاش علشان مش عارفة ظاهرة ولا لا. اهي المفروض انا ملمسهاش علشان يعني لو في كده ما تجيبليش حساسية اهي، بس عشان خاطر عيونكم بس. المادة دي المفروض افضل بقى موقفاها كده لحد ما تنزل المادة منها اهي. بصوا برضو بعمل ايه بقى، ده شوك في الصبار، فهعمل فيه كده. انا يعني المفروض انه في ناس بتروح مقشره كده، فانا مش عايزه يعني اقول اهدر فيه، عايزه استغله على قد ما اقدر. فبعمل كده بالايه، بالسكينه، ماشي اهي كده بالراحه، فبيطلع كل الشوك ده. لو هيضايقك، هو بصوا بيشوك بس للي ايه، للي مش متعود عليه. بس انا عشان يعني متعوده عليه، عارفه اهو. بتعملي كده من اي ناحيه اهو، بيبدا يتقشر. انا ده كله فاكراكم شايفين اهو. بصوا ده بيتقشر خالص. انا مش عارفه هو باين ولا لا، بكحته فبيطلع اهو. بصوا بقى الحرف عامل ازاي، في حته هنا لسه اهي اهو. بقى بصوا بمشي ايديا عليه اهو، مفيش اي حاجه. هسيبه بقى لحد ما الماده الهلاميه الصفرا دي تنزل زي ما قلت لكم منه، وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل بيه ايه. بصوا انا فتحت لكم الكشاف عشان يبان الماده الصفرا دي كده. احنا عدى اهو اكتر من نص ساعه، انا بس عشان مستعجله. الماده الصفرا دي اهي بتبقى ماده هلاميه كده. وبرضو يعني لزياده التاكيد احنا هنشيل اصلا الحرف، يعني لو في من الحرف هنا حته دبلانه ولا حاجه هنشيلها. فعشان انا زي ما قلت لكم مش عايزه اهدر في البتاع كتير، فانا سبتها تنزل الاول علشان الحساسيه، لانها ممكن تجي هي بتسبب حساسيه. فاحنا مش عارفين احنا من ضمن الناس اللي ممكن تسبب لنا حساسيه ولا لا. فاحنا ايه، هنروح زي ما قلنا يعني ايه، نقطع الشك باليقين ونعملها وخلاص. نشيلها، هنيجي بس نشيل الطرف ده، لو في مثلا حته دبلانه ولا حاجه هنشيله عشان برضو نعرف ايه. هنشيلها كده عشان نعرف نفتحها، ماشي. وهنيجي يا بالسكينه يا بالمعلقه، بس السكينه افضل عشان تعرفي ايه تعملي. هنشرحها، فاهميني؟ هو انت لو مش هتعرفي، لو انت لسه ممكن تروحي بس جايبه الحته دي من هنا كده، الحرف ده والحرف ده
اهو، وهتروحي عاملاها كده هتبقى اسهل معاكي. تمام. عشان نركزه في الكاميرا. وانتي بتقطعي بتحاولي كأنك بتقشري مثلا ايه، بطاطايه، اناناسيه، حاجه زي كده. بصوا اللي طلع فيه ايه، شويه جل هنا. الجل ده بقى يتشال بالمعلقه احسن من السكينه. يعني هنجيب، هو برضو اللي خلي بالكوا القشره فيها اللي طلعت دي فيه، مش هنسيبه يعني. هنجيب بقى هنعمل ايه اهو، بصوا كده وبالمعلقه. بصوا المعلقه بتعمل ايه، مش عارفه اجيبها لكم ازاي اهي. بصوا بصوا بتشيل. شايفين الجل ده؟ هشيله كله بقى من الصبارة وانحتها خالص واحطه في طبق وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، يعني الواحد انا هنحتها اهو، مش هسيب فيها حاجة. شايفين اهو، بصوا في بيطلع اهو اهو. نجيب الطبق اهو، بينزل. هنزل الكمية كلها. الصبار صراحة انا عمري ما اشتريته، معرفش بيتباع بكام، بس مش غالي، مش غالي خالص. ده انتي لو روحتي شفتيه في، بصوا هو كده على فكرة هو مادة هلامية كده مخاطية شبه اللي بالي بالكو. ممكن تروحي يعني تاخديه من حد لو حد زي، بس يا بنات نصيحة، سمعت انه بلاش اللي في التراب، يعني اللي في المقابر، عشان بيبقى كله طاقة سلبية، وبيعمل طاقة سلبية على المكان وعلى الحاجة، بيعمل تأثيره بالعكس. سمعت كده والله أعلم برضه. فاحنا برضه ايه يعني، نتقي الشبهات زي ما بيقولوا وبلاش. بصوا دي القشرة اللي انا قشرتها في الاول اهي. المعلقة بتطلع احسن من السكينة. ليه بقى؟ السكينة هتجرح، المعلقة لها حرف. طلع اهي. طبعا لو اي حاجة نزلت ما لهاش اي لازمة هتتعمل بالهاند بلندر بقى، او بتاع الكوفي ميكس تقدري تعملي بيها، او في الخلاط لو هتعملي كمية. هخلص بقى وارجع لكم تاني العك ده بقى. بصوا بقى، عشان أنا نسيت اصورها لكم، حطيت معلقتين عسل نحل كبار مش مليانين، ومعلقتين زيت زيتون. دي لو عندك، يعني لو مش عندك عادي، بس دي هتزود القيمة اللي فيه الفعالة، وهتخليه يعني بيرفكت. هنجيب بقى زي ما قلت لكم في الخلاط او بالهاند بلندر، وهنضربه كله في بعضه. بصوا القطع السميكة بالجل بزيت الزيتون، هقعد اضرب فيه لحد ما يبقى كله. بصوا هو بيعمل ايه، بصوا شايفين بيبقى رغاوي خالص، هيبقى مادة اهو. شايفين هيبقى ايه، مادة هلامية كده. طبعا لو في الخلاط افضل بكتير، بس انا مش هبهدل الخلاط على الحته دي. انا بس حبيت ايه، اوثق لكم التجربه. انا بعمل منه كميات وبركنه لحاجات كتير، للشعر، للبشره. هخلص بس وارجع لكم لان الموضوع شكله مطول. بصوا يا بنات، ادي ده شكله بيبقى ايه، قوامه سايل كده. لو عايزه تستخدميه زي ما قلت لك جل كده منه فيه عادي، بس هو اللي سايله كده زيت الزيتون والعسل. ده بقى تعملي بيه ايه، على وشك، على شعرك، في الاماكن الغامقه، مكان الحبوب، حب الشباب بيضيعها وبيضيع اثرها. تعمليه ماسك على الشعر،
ده ماسك زيتون بالعسل. لو الشعر مش محتاج قوي مرة في الشهر، لو متدمر مرة في الاسبوع. بتحطيه على شعرك ساعة وتسيبيه لحد ما ينشف، وتلفيه كعكة او اسمها ايه دي، طاقية او دوامة، وبتحطيه على شعرك. ممكن تحطي زيت الافوكادو، حلو جدا. بتعملي ايه بقى، بتعملي زي مساج كده من فروة الراس للشعر كله، كله كده. بتجيبي الشعر كله وتعمليه كله كده كده كده، وتعمليه كله. ده للشعر هيمنع تقصف وفرد طبيعي. بديل البروتين يعني، او عايزه اقولك خطير، سحر 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 رباني يعني. ده بالنسبه للشعر، زي ما قلنا ماسك على الشعر مره كل شهر. لو الشعر متدمر مره في الاسبوع. تغسلي شعرك كويس، بعدين تحطيه وتسيبيه ساعه، وبعدين تغسلي شعرك تاني وبس، مش تحطي اي حاجه تاني. للوش بقى هنعمل ايه؟ انا شايفه انه كفايه عليه مره في الاسبوع للوش. تعملي ماسك مرة في الأسبوع بس. غير كده ممكن لو الصبار خام من غير زيت الزيتون والحاجات دي. في ناس بتحطوا مثبت ميك اب وحاجات كده، ممكن تحطي عادي يعني بالليل قبل ما تنامي كل يوم عشان بشرتك تتشرب. سهل سهل جدا. ومفيد جدا، وعايزه اقولك يعني ليه فوائد رهيبه. انت ممكن تخشي على جوجل وتبحثي كده فوائد جل صبار الالوفيرا، وبصوا واحده بتطلع كميه رهيبه. انا بقى في علبه بحطها بخاخ بقى. علبه كريم فاضيه عندي قديمه، اي حاجه عندك ممكن حتى تحطيها في العلبه بتاعه الكاتشب، ليها بوس كده عشان تحطيها يعني ايه، وتنقطي على راسك كده. اقولك ازاي، هجيب لكم العلبه. يعني مثلا تروحي حطاها وتروحي فاتحاها كده البوز ده، وعلى فروة الراس مثلا، وتروحي ايه كده كده توزعي بيها لو انت مش شايف، وتدلكي بقى. اهم حاجه التدليك المساج ده. غير انه يا بنات كمان حلو جدا. عرفت انه حلو في الحروق، يعني لو لا قدر الله حصل عندك حرق من الشمس من اي حاجه، اتلسعتي او طفلك اتلسع، حطي منه يعني، خليه عندك في التلاجة وحطي منه. حلو جدا في الحروق. وهو غني بفيتامين A وإي وسي، يعني حلو جدا للبشرة. بصوا بقى كمان، لو حطيتيه يوميا، لو عندك مسام واسعة حطي منه يوميا نص ساعة على بشرتك واغسليه، هتلاقيه تدريجيا قفل ايه المسام بتاعه البشره. انا بتكلم في كعلاج، هتحطي يوميا كل نص ساعه على البشره، ولو الشعر مره في الاسبوع. لو روتين بقى خلاص، احنا عالجنا وعايزين روتين، مره في الشهر للشعر ومره في الاسبوع للبشره. هيبقى روتين علاجي او روتين ايه، احنا بنحافظ بيه على الشعر بس. لان الشعر كده خلاص بقى كويس، ما احنا مش هنعالجه ونرجع نهمله تاني، لا. هنسيب المكون ده عندنا في علبة او في كوباية. بص هو تقيل، وكمان الزيت هو اللي خففه. وزي ما قلت لك تقدري تستخدميه لو ما عندكيش اي نوع زيت خام عادي، يعني مش شرط اي الزيوت اللي عندك. انا عايزه اقول لكم والله بيفرد الشعر بطريقه رهيبه. يعني انا بحطه على الشعر، شعري وشعر عيالي فرد 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 بالزيوت والحاجات اللي فيه دي. هو مرطب حلو جدا وينفع لجميع انواع البشرة، وبيقلل كمان الافرازات الدهنية للبنات اللي بشرتهم دهنية ولا حساسة. وحلو جدا، خلي بالكم ما بيهيكش اي بشرة، ومرطب طبيعي. وبصوا، وبيدي لمعة جميلة كده لما بينشف، لمعة طبيعية للجسم. تقدروا تحطيه برضو في الاماكن الحساسة عشان التفتيح. هو ملطف ومرطب. بصوا الايد واللي هي هتنشف لسه، وهوريكم بقى الفرق ماشي. ده رغم ان ايدي دي بايظه خالص متدمره كمان، يعني من اثار الشغل، محروقه ومتعوره وبايظه، بس لما هتنشف هوريكم الفرق. بصوا انا طفيت على ما ايدي تنشف بس عشان الوقت. بصوا اللمعه، بصوا بيدي لمعه، وانا مجرد بس حاطه ايه يعني حاجه بسيطه خالص. ده غير بقى التفتيح لو داومتي عليه بيشيل اثار الحروق والحبوب ان شاء الله.
ونتيجته فعالة. تقدري تجيبي انا شفت قبل كده حد بيجيبه بيزرعه من، يعني بيجيب العود ده بيروح حاطه في تربة ويزرعه. لو تقدري تشتريه وعلى فكرة بيطلع عندك كل ما بتقطع بيطلع كمان، يعني تقدري تشتريها العقل لو تعرفي تزرعيها في تربة ليه، توفري تربة مخصصة ليه ازرعيه. ما عرفتيش ممكن تشتريها جاهزة، مش بتبقى غالية، بتبقى بص في حدود 25 35 جنيه بالكتير. بس معاكي بقى كل ما تخلص تقطعي وتطلعي، وهي بتطلع تاني تلقائي. ده غير ما انا عندي الزرعة بتطلع، يعني ايه، يعني هي الزرعة كبيرة كده وبتطلع كمان ايه، شجرات صغنونة كده تاني. انا كده اكون خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو عجبك الفيديو بقى مش تنسي تحطي لي لايك وتقدري تعبي وتشتركي في القناة عشان يوصلك مني كل جديد. ولو اول مرة تشوفيني واي استفسار انا تحت امركم في الكومنتات، وبحبكم في الله. ولو حد عايز مثلا اعمل له اي تجربة يسأل على اي حاجة انا موجودة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. جربوه بقى، مش تنسوا نفسكم في شغل العيد والكحرطة.